جماعة أنا اكتشفت اكتشاف بجد، أنا اتكعبلت في الفرشة ديّة في الرواعي في العتبة، وبجد انبهرت من كتر الحاجات الحلوة جدًا اللي تحت، غير الحاجات الترندي وجِزم حاجات تقدروا تنزلوا بيها، مش بس حاجات للبيت. هو بجد أنا انبهرت أوي فعلًا، لإن أنا فعلًا سألت على الحاجات دي في أول عباس، وكمان في مول هنا في المعادي، كانت كل قطعة من الحاجات دي معدية ال500 جنيه وال600 جنيه. يعني تخيّلوا مثلًا إن أنا كنت محتاجة 4 سليبرات من الحاجات اللي طالعة دي عشان نتدفّى في البيت، كنت هاعدّي ال2000 جنيه، في حين إن أنا سألته على الأسعار، كل قطعة من القطع اللي أنتم شُفتوها دي إذا كانت سليبر أو حاجة تنفع في البيت أو النزول، كانت أي قطعة على الفرشة دي كانت ب175 جنيه بس، أنتم متخيّلين؟ ومش قادرة أوصف لكم الmaterial والتُقل والنضافة، يعني كإنكم شاريينها من مكان أنتم فاهمين بقى. بجد روحوا المكان دوّة، هاكتب لكم العنوان تحت الفيديو، وبجد صاحب الفرشة دي راجل طيب جدًا، ربنا يرزقه ويرزقنا يا رب. وطبعًا كلنا نتمنى نجيب حاجات حلوة وشيك، وكمان تكون أسعارها كويسة في ظل الأسعار الخزعبلية اللي إحنا بنشوفها، الصيف والشرب عشان الكل يستفيد.